Hi grade 4 إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن ال plant adaptation. Just like animals have adaptation to survive. زي ما الانيمال أخدناها إن هي بتعمل adaptation, structural adaptation and behavioral adaptation. Plant also have adaptation. كمان ال plant عندها adaptation, structural and behavioral. Plant can grow. البلانت can grow in every place. البلانت بتقدر تكبر في كل مكان، وده بسبب ايه؟ بسبب وجود sunlight shine. يبقى هي تقدر تكبر في أي مكان أو تنمو. grow يعني get bigger، يعني إن هي grow equal get bigger، إن هي تكبر أو تنمو في كل مكان أو في أماكن كتيرة جدا طالما موجود sunlight، طالما موجود ضوء شمس. ده سبب وجود البلانت. even the bottom of sea، حتى في قاع السي ice في plant في البولر ريجن، بس بيكون tiny plants. يعني في الأماكن اللي هي sea ice البلانتس اللي بتنمو في البحر تحت في القاع بتكون tiny plants، نباتات tiny. tiny يعني very small، صغيرة. growing on it. تمام كده؟ الأماكن البولر ريجن بس هي اللي بتكون tiny plants. فبيقول لي هنا like animals plants have structural and behavioral adaptation. البلانتس والانيمال هما الاتنين بيقدروا يعملوا structural and behavioral adaptation. يستخدموا الستراكشرال بتاعهم، التركيب اللي ربنا خلقهم بيه، ان هما يعملوا adaptation، تركيب البادي بتاعهم. والبيهيفير هما بيعملوا behaviors or acts عشان to adapt and survive. ده بيساعدهم على that help them، اللي هو أصلا الهدف. الهدف بتاع الادابتيشن إن هو survive and reproduce and grow in their different environment. إن هم يقدروا يكبروا وينموا ويفضلوا عايشين ويبقوا على قيد الحياة في أماكن مختلفة كتير جدا. هيديني two examples على two different big tree، على two different big tree grow بيعيشوا in two different environment، في أماكن مختلفة، مكانين مختلفين. الاتنين two big tree، شجرتين كبار جدا وبيعيشوا في أماكن مختلفة، اللي هي السافانا and Amazon rainforest. سافانا and Amazon rainforest. سافانا دي الهابيتات بتاعتها أو البليس بتاعها موجود فين؟ موجود in Southern Africa. Southern Africa. Southern Africa. تمام كده؟ تمام. يبقى السافانا موجودة فين؟ in Southern Africa. والأمازون رين فورست موجودة in Brazil. احنا بنعمل compare between Savannah and Amazon rainforest. لو اتكلمنا بعد كده على السويل كونديشنز، السويل كونديشن اللي هي حالة السويل نفسها. السويل نفسها هنا في السافانا grassland habitat. أمال في الأمازون soggy soil. يعني إيه soggy soil؟ تعال نشوف صورة ليها. ده شكل السoggy soil. soggy soil ده كده شكلها. يعني very muddy soil، تكون تربة طينية، عبارة عن طين ومية. وهنعرف سبب وجود المية الكتيرة دي ليه. هنعرف سبب وجود المية الكتيرة قوي دي وإن هي soggy soil ليه.
امال شكل الجراس لاند هابيتات تعال نشوفها. ده شكل الجراس لاند هابيتات كده، زي ما احنا شايفين جراس كتيرة، وفي منطقة تقريبا ديزرت. ده كده بالظبط جراس لاند هابيتات. بعد كده هندخل على الكلايمت. الكلايمت يعني الحالة بتاعت الجو هناك عاملة ازاي. mild temperature. mild temperature. طب وفي الامازون رين فورست اللي فيها strong winds. strong winds. بعد كده هنتكلم على الووتر، المية. المية هنا في منطقة السافانا extreme lake of water. extreme lake of water يعني كلمة lake هنا بمعنى without enough، يعني ان هي مش مية كفاية، مش كافية، مية مش كافية. extreme lake of water، مية قليلة جدا، يعني very very little during the dry season. هنا دي فيها extreme lake of water، هنا بقى فيها ايه؟ plenty of water، مية كتير جدا. easy to find water. ليه؟ because it's rainy most of the year. لأن هي هنا في الجو هناك rainy most of the year، معظم السنة هي بتمطر. مين بقى التو بيج تري اللي احنا قلنا عليهم في الأول؟ في منطقة السافانا بيكون موجود أكيشا تري، لكن في منطقة الأمازون موجود الكيبوك، كيبوك تري. الاتنين is big tree، لكن دي grow in savanna ودي grow in Amazon rainforest. بيقول لي هنا most large plants can't grow in this habitat. هناك في الهابيتات دي صعب ان ينمو اي شجر او اي plant، وده بسبب، لو قلنا هنا give reason due to drought condition، بسبب ظروف الجفاف او الطقس الجاف هناك مفيش ميه. as dry season lasts half of the year، بياخد الموسم هناك بالظبط نص سنة. about 6 months rain، مفيش مطر مفيش مية، بالتالي في هناك dry season. العكس بقى هنا في الامازون رين فورست، ان بيقول لي it's hard for some plants in this habitat to reach sunlight. هنا صعب ان هي تلاقي مية، لكن هنا صعب ان هي بعض الشجر صعب ان هو يصل لضوء الشمس، وده بسبب ان الاشجار هناك في منطقة الرين فورست بتكون very very tall، extra tall، طويلة جدا، طولها حوالي 70 meters. 70 meters. وده بيخلي الشجر القصير زي ما احنا شايفين كده من دي تحت كده، الشجر الطويل ده بيخلي الشجر القصير متداري او في منطقة زي ظل كده شادو، منطقة ظل، صعب ان هو يصل للضوء، علشان الشجر الطويل ده بيمنع وصول ضوء الشمس، ممكن يصل جزء بسيط وممكن ما يصلش، ممكن تلاقي المنطقة دي ظلام جدا زي كده. فصعب انك تلاقي الشجر القصير ده، شايفين الشجر الطويلة اللي جنبه هتداري عنه ضوء الشمس. تمام كده. يبقى هنا can't grow بسبب الدراي سيزون، هنا صعب ان هي
تلاقي sunlight علشان الاكسترا تول تري، الاكسترا تول تري. نكمل. يبقى احنا خدنا الاكزامبل هنا الاكيشا، وهنا الاكزامبل كيبوك. تعال ناخد كل شجرة من دول ونتكلم هي ازاي بتعمل structural adaptation وازاي بتعمل behavioral adaptation. احنا قلنا ان البلانتس بتعمل الاتنين have structural and behavioral adaptation like animal. acacia tree الشكل بتاعها umbrella shaped tree، واخدة شكل الامبريلا، وهي بتقدر تعمل adapted to survive عشان تقدر تكمل وتعيش. تكمل وتعيش فين؟ through خلال many months of drought in its environment. half of the year، نص سنة كاملة في جفاف. يعني ايه جفاف؟ يعني extreme lack of water. يعني ايه lack of water؟ يعني very very little، يعني without enough، يعني مفيش مية كافية ان البلانت يشربها ويكبر وينمو. لان احنا عارفين ان دي حاجة اساسية للبلانت، ان هو محتاج water and sunlight. طيب هنشوف دلوقتي هي بتعمل ايه علشان تقدر تتحدى، تعمل تحدي عكس drought season، وتقدر تعيش. اول حاجة علشان اعرف هي بتتعرض لايه، طبعا لازم اعرف المنطقة اللي هي بتعيش فيها. Southern African Savanna. Southern African Savanna. اول حاجة لازم اعرف التركيب بتاعها، structural adaptation. لما اعرف تركيبها هعرف هي بتستخدم الاستراكشر بتاعها ده ان هي تعمل structural adaptation. فبيقول لي الروت بتاعتها مميزة. الروت بتاعتها تاب روت. تاب روت. لو جالي scientific term عنها يجي لي يقول لي very long root that grow directly downward to search أو to find water. هقول مين؟ التاب روت. ايه هي التاب روت؟ زي ما احنا شايفين كده ان هي بتكبر deeply لتحت. ده كده اسمه primary root، اختصارها 1RY. primary root. البرايمري روت ده اللي هو التاب روت، الجذر الأساسي. بعد كده يطلع منه secondary root. secondary to ND يعني سكن. secondary root يعني حاجة ثانوية، بيكبر كده بيساعد، بس بيكبر وينمو كده ويطلع بيساعد البرايمري روت. دي بتطول لتحت كده، تطول وتنمو لتحت كده deep in the soil، على عمق كده تحت الأرض حوالي 35 meters below the soil، تحت الأرض. طبعا احنا عارفين الوظيفة الأساسية للروت إن هي fix the plant in the soil، ثبت البلانت. ومش بس كده، وabsorb water and mineral عشان تمتص المية والمينرالز. المينرالز equal element equal nutrient. احنا عارفين ان السويل دي بيكون فيها مينرال. اول ما بنيجي المية كده تكون موجودة على السويل، بتدوب المينرال دي او بتكون دايبة في المية اصلا، وبعد كده بيعمل لها ابزورب الروت علشان يطلع فوق كده ويغذي الايه، البلانت، ياكلها، يطلع المينرال والنيوترينت لفوق للليف، والليف تستخدمها مع السانلايت وتعمل الفوتوسينثيسيس بروسيس وتصنع الاكل، ميك فود للبلانت، وتديله الاكل بتاعه فيكبر وينمو. طيب الترانك ده كده الروت بيساعدها ان هي تعمل structural adaptation. تعال نشوف برضو شكله في فيديو، شكل التاب روت كده. أول ما يعمل كده ينمو لتحت deeply in the soil.
ده كده شكل التاب روت. like carrot، شبه الكاروت كده، ان هو extend under the soil، بيمتد تحت التربة. البرايمري روت او التاب روت، وده كده السكندري روت. ده كده وهو بيعمل absorb للwater and mineral from the soil. نرجع تاني نشوف الترانك. الترانك اللي هو الستم، equal stem، equal stem اللي هي دي above the soil، اللي بيشيل البرانشز واللي بيشيل الليفز هو الستم. الستم او الترانك very long trunk، طويل جدا. so most animal except، بيقول لي معظم الانيمال ما عدا الجيراف can't reach its leaf. صعب ان هي صعب الانيمالز ان هي تصل للليفز ما عدا الجيراف، ان هي تقدر توصل. الوحيدة اللي تقدر توصل لان هي عندها very long neck، عندها very long neck. تعال نشوف ده برضو في فيديو. دي منطقة السافانا، هيكلمني عن الأكيشا تري إن هي واخدة شكل الأمبريلا شيب. دي الأكيشا تري، منطقة السافانا اللي هي الجراسلاند هابيتات. دي الروت very long root اللي هي التاب روت، very long root، طويلة جدا تحت الأرض، بتمتد deep in the soil حوالي 35 meters. دي الأكيشا، شوف طويلة جدا very long trunk، very long trunk except ما عدا الجيرف، هي اللي تقدر تصل للليف. هنا طبعا بنشوف الليفز بتاعة الأكيشا تري ان هي tiny leaves او very very small، صغيرة جدا and around it، وحواليها موجود spines، أشواك. ده كستراكشر بيساعدها ان هي تعمل defend itself، ان هي تدافع عن نفسها from eating animal، ان الحيوان ده ياكلها، بتمنعه، بتوقفه، بتعمل له stop ان هو ما يعرفش ياكلها بسبب السباينز اللي موجودة حواليها دي. انت شايف الانيمال وهي ماشية من جنبها صعب ان هي تصل للليفز. النوت هنا معانا، واي نوت بالنسبة لي بتكون very important. هنا بيقول لي the trunk in acacia tree stores water. بيقول لي هنا ان جوه الترانك، واحنا عرفنا خلاص ان الترانك ده اللي هو الستم، هنا اللي بيكون above the soil، اللي فوق ده اللي بيكون شايل ال branches and leaves، ده الترانك او الستم. بيكون في تشو بتعمل ستورز للووتر، بتخزن جواها ووتر زي like harm in the camel stores fat، زي الهام اللي موجودة في الكامل اللي بيخزن فيها فات. دي صورة بتوضح لي ان الترانك اللي جوه الترانك الخاص بالكيبوك تري جواه سبونجي تيشو. سبونجي تيشو work like اللي هو الشكل اللي انت شايفه ده، اللي هو بتعمل ستور للووتر جواها. لو احنا ركزنا فيها كده انا ممكن اشبهها بايه؟ ممكن اشبهها باللايك، ان هي work like a sponge،
تشتغل بنفس طريقة الاسبونج لما نيجي نحطها كده في المية، ان هي بتعمل سوكس اب ووتر او ابزورب للووتر، تمتص المية، تمتص المية absorb ان هي تشربها كده and store water inside it، يعني بتحاول ان هي تخزن المية جواها. لو احنا جربنا نجيب سبونج ونحاول نحطها في ووتر، هتلاقي ان هي عملت ابزورب للووتر اللي هي فيها جواها. بالظبط كده نفس التشبيه الخاص بالكيبوك، ان الخلايا اللي جوه الترانك او التيشوز الانسجه اللي جوه work like a sponge inside، تشتغل بنفس طريقه الاسبونج، ان هي sucks up water، بتمتص الميه and keep it stored، وتحافظ عليها جواها for dry time، لوقت الجفاف. كمان زي مين؟ just like a camel، زي الكامل في الهام دي، هو بيخزن store fat، keep fat in its home. بعد كده هنتكلم عن الليفز. الليفز هنا tiny leaves، tiny يعني very very small، very very small، grow on the top of tree. تعال نشوفها في صورة قريبة شوية. ده شكل الليفز بتاعت الأكيشن، tiny leaves very very small، صغيرة جدا جدا. طيب ايه كمان؟ قال لي بتكبر وبتنمو فوق on the top of the tree، فوق في قمة الشجرة زي ما شفناها، تكون فوق. branches بتاعتها بتنمو لفوق كده مش لتحت، عشان تحمي نفسها من الانيمالز زي كده. طيب ده ليه؟ لو قلنا هنا كده give reason to help them hold in water، to hold water ممكن اختصرها to hold water، عشان تقدر تحتفظ بالمية جواها while soaking up أو absorbing sunlight needed to make food. يبقى هي tiny صغيرة وبتنمو on the top فوق في القمة، وده علشان تساعد to hold water، بتحتفظ بالمية جوه الورقة، وكمان تمتص ضوء الشمس. soaking up يعني equal absorbing، ان هي تمتص sunlight وعلشان تعمل make food. يبقى هي معاها water ومعاها sunlight، فتقدر تعمل make food في عملية اسمها process اسمها photosynthesis process. كمان مش بس كده، مش بس هي مميزة بكده، لا ده هي عندها sharp spines. sharp spines شبه كده أشواك حادة جدا زي ما احنا شايفينها هنا كده. الأشواك الكبيرة دي مه. زي هنا كده، زي كده. الشوك ده أو السباينز دي بتساعدها ليه give reason لما يجي يقول لي هنا ان sharp spines around the leaves، ده بيساعدها ان هي to prevent اللي هي stop، بتقول stop للانيمالز from eating، بتمنعهم from eating these leaves، ما تاكلش الورق بتاعي. كده اخدنا الاستراكشرال adaptation، وهنتكلم عن behavioral adaptation. behavioral adaptation يعني الاكيشة بتعمل شوية behaviors or acts علشان تقدر defend ان هي تدافع عن itself، عن نفسها. بتعمل ايه؟ تعمل produce a poison اللي هي بتنتج زي سم. ده امتى بتعمل الكلام ده وتدافع عن نفسها؟ when giraffe start to eat the leaves، لما الجيرف تبدأ تاكلها او تروح كده ناحية الورق بتاعها وتطول وتاكل منه،
فهي بتدافع عن نفسها. لو قلنا ان الجيرف هتتحدى السباينز او السباينز ان هي تاكلها، او الثورنز الاشواك الحاده دي الشارب سباينز، الشجره تعمل ايه؟ تعمل behavior تاني، تحاول تدافع عن نفسها ان هي produce a poison. when animal begin eating its leaves، اول ما الحيوان يبدأ ياكل الورق بتاعها بتنتج سم طعم وحش كده، اللي هو بيكون التيست بتاعه very bad. to make the leaves taste very bad، خلي طعم الورق بتاعها very bad. طيب ليه؟ to keep this animal away، اول ما يدوقوا الانيمال يمشي ويقول ده طعمها وحش. طيب بس كده؟ send smelly message. send smelly message يعني بترسل a smelly message in the wind. smelly message لمين؟ to warn the acacia tree nearby telling them start making the same poison. بتبعت رسالة كده تحذيرية لباقي الشجر الأكيشة اللي حواليها، إن هي بتقول لهم أكيشا tree nearby القريبين ليها، بتقول لهم ابدأوا making poison، اعملوا نفس السم عشان لما يجي الجيرف يسيبني ويروح ياكل منك انتي هيلاقي طعم الورق وحش، وبالتالي move away، يبعد بعيد. تاني حاجة هناخدها الكيبوك تري. الكيبوك تري، كيبوك تري برضو واخدة نفس شكل الأمبريلا شيبد تري، واخدة نفس شكل الأمبريلا. كيبوك بيحاول برضو يعمل adapted to survive في البيئة بتاعته، في environment، بيعمل behavioral adaptation وعنده structure بيساعده يعمل structural adaptation. أول حاجة قلنا لازم نعرفها الهابيتات، هو بيعيش في الأمازون rainforest of Brazil. structural adaptation، أول حاجة هنتكلم عن الروت بتاعته. الروت بتاعته ما هياش زي الأكيشة، لا مش تاب روت، باترس روت. يعني ايه باترس روت؟ باترس روت large wide root، يعني expanded root، بيمتد، جذور ممتدة، بس مش بتمتد زي الأكيشة كده under the soil، تحت deep in the soil، تحت على عمق. لا، هي expanded بس high up on its trunk، لفوق، بتنمو لفوق. اسمها باتريس روت. معنى باتريس روت يعني روت support the tree، روت بتسند الشجرة، بتساند الشجرة. no support، لو ما فيش الجذر اللي بيسند الشجرة ده التري will fall. طيب في support with support stay safe، الشجرة دي stay safe، في أمان، تمام، واقفة كده straight مش بتميل. باتريس روت، تعالى نتكلم عنها كده. باتريس روت aren't planted deeply in the ground، بيقول لي هي مش بتنمو تحت الأرض، but they grow high up on its trunk، هي بتكبر لفوق على الترانك وتمتد كده على الترانك لفوق. حوالي قد ايه؟ هنعرف بعد شوية ان هي ستارت اب بتطلع لفوق حوالي لحد ما طولها ممكن يصل الى 5 meters above the ground، فوق الارض كده تمتد حوالي 5 meters. تمام. احنا اول حاجة لما قلنا الهابيتات بتاعتها، الهابيتات اصلا الكاركترستكس بتاعتها او البروبرتيز بتاعتها ان هي ساجي سويل، ويت مادي سويل، هي تربة طينية، فصعب جدا ان البلانت يثبت في الساجي سويل، ممكن يقع مع اقل شوية هواء. السترونج ويند اللي احنا عارفين الامازون رين فورست فيها سترونج ويند، ممكن يوقعوها، يوقع الشجرة. اللي هيساعدها او هيسندها هي الباتريس روت. تمام. ده بقى يبقى فايدة الباتريس روت ان هي hold the tree firmly. firmly equal strongly، يعني بيسند او يثبت النبات بشدة، يمسكه جامد عشان يمنعه ان هو يميل.
ما يميلش، يميل شبه كده، ما يميلش كده، لا هو هيخليه ستريت. بص ستريت ازاي، واقف كده. ده الباتريس روت، ينمو ويطلع لفوق كده، يفضل يمتد اكستند لفوق. شايفين الطول تري؟ يمتد لفوق كده ويسند الشجرة، يسندها بالظبط. لو احنا حابين ان احنا نجربها زي مثلا بلاستيك بوتل، وتكون فاضية empty، ونوقفها ونشغل الفان المروحة، تبص تلاقي البوتل دي واقعة، هتقع مع أقل شوية هواء. وكمان لو هي موجودة مفيش روت لتحت كده، تحت السويل ممتدة زي الأكيشة، إن هي تثبتها under the soil. طيب عايزين نعمل بقى، نكمل باقي التجربة. نفس الإزازة اللي معاك البلاستيك بوتل، هتحاول تثبتها بستيك، مثلا عصاية كده هتثبتها بستيك. آه، الستيك هيمنعها ان هي تقع. ونشغل نفس الفان برضو، هتبص تلاقي ان هي واقفة. الستيك دي بتساعدها ان هي تبقى مسنودة. ده يعني اللي حابب يجرب. ده شكل الباتريس روت. شوف هي بتبدأ تطلع لبره كده لفوق، وتطلع تمتد لفوق لفوق كده حوالي 5 متر اهو. دي الباتريس روت، الكيبوك تري. باتريس روت او كيبوك تري اهي. ده كده باتريس روت. انا هعمل ديسكريبشن للصورة دي، هشبهها بالظبط بالباتريس روت. باتريس روت ان كيبوك تري. الروت اللي في الكيبوك تري بالظبط شبه البيكتشر اللي قدامي دي. هنا البيكتشر طبعا شو بتوضح لي ان في هنا باتريس وول. باتريس وول جدار كده بيبقى بيعمل سبورت للبيلدينج، للمبنى اللي هو موجود عنده ده. وده بيعمل ايه؟ بيعمل prevent، بيمنع falling، سقوط البيلدينج نفسه، بيمنعه ان هو يقع. ده كسبورت، كسبورت شبه الباتريس روت بالظبط. الباتريس روت برضو بتعمل سبورت للتري، بتدي دعم للتري او بتسند التري ان هي تخليها stay stable in the soil، خلاها ثابته and straight، واقفه كده زي ما احنا شايفين، واقفه كده بالدعم ده والسبورت، ان هي كده بتكون stay safe في امان and stay stable، واقفه من غير ما تتأثر او تميل. احنا لو هنشبهها زي كده، يبقى batteries equal support. انما دي الاكيشن. التاب روت، التاب روت ينمو لتحت، الباتريس روت ينمو لفوق. خلاص كده، نرجع تاني. يبقى الباتريس روت ده بيعمل hold the tree firmly، يثبت النبات او الشجرة جامد. leaves، نشوف الليفز بتاعتها واخدة شكل الهاند shaped leaves with narrow parts. يعني واخدة شكل الهاند، هتحس ان دي كده شبه الفينجرز، وفي ما بينهم narrow parts. narrow parts يعني فواصل كده ما بين الوريقات دي، الليفلتس، ما بينهم في narrow parts، فواصل، فراغ كده موجود. ده هيساعدها، التركيب ده او الشكل ده هيساعدها على ايه؟ ان الويند الشديده اللي هناك دي، السترونج ويند، لما تيجي تعدي على الورقه هتعدي move more gently. gently equal calmly او softly through the leaves without cutting them. لما تيجي الرياح تعدي، هتعدي ببطء او بلطف بعد ما كانت جاية قوية، لأن في فراغ هنا كده بيساعدها إن هي تعدي. زي بالظبط البالم تري. البالم تري ما هياش ورقة كاملة. الورقة الكاملة دي لو جت الويند تعدي من خلالها، المقفولة دي، هتعمل لها ايه؟ كاتنج، هتقطعها فهتبوظ. وبالتالي أنا الورقة دي بالنسبة لي مهمة، زي ما اتفقت إن هي بتساعدها إن هي ميك فود، تعمل الأكل. إنما الورقة بتاعت البالم تري متقسمة divided into leaflets، متقسمة لوريقات شبه الفيزر بالظبط، like feather.
كل جزء من دي اسمها ليفلت ورايقة صغيرة. ده في البالم تري شبهها كده، يعني ان هي متقسمة لايك هاند، شبه الهاند، او لايك فينجر فيها هاند وفيها فينجر، اللي هي الليفز بتاعت الكيبوك. تمام كده. وده بيساعد ان الرياح اللي جاية قوية كده لما تيجي تعدي هتلاقي فيه فراغ كده او فواصل تعدي منها، فبالتالي مش هتقطع cutting them، مش هتقطع الورقة، وده هيساعدها ان هي تكمل وتعيش. like hand. طيب السيدز. الكيبوك tree has fluffy yellow seeds. fluffy yellow seeds يعني ايه fluffy؟ يعني soft. يعني ايه كمان؟ يعني light، يعني خفيفة، يعني رقيقة. like cotton airy. يقول لي ان البذور بتاعتها عندها ملمس، او عندها بتكون fluffy يعني خفيفة، خفيفة وناعمة، بتطير كده في الهواء. لما الرياح تعدي كده، الويند تيجي تعدي كده تطيرها في الهواء. زي ايه مثلا؟ زي كده. تعالى نشوف كده الفيديو ده، هتشوفوا حركة الفلافي كده. زي كده اي هوا يطيرها بسهولة جدا، يخليها ان هي تطير في الهواء. علشان كده هي لايك كوتن ايري، بتطير في الهواء شبه القطن بالظبط، بسهولة جدا. الرياح تقدر تشيلها easily carried by wind. سهل ان الرياح تشيلها across the forest. across the forest في الغابة، بتنقلها من مكان لمكان، بتطيرها. هي fluffy يعني soft، يعني light خفيفة، بتطير زي القطن like cotton airy. وطبعا ده بيساعد لما البذور تنتشر كده في خلال الفورست، ده هيساعد ان البذرة نفسها make new plant، اعمل بلانت جديدة. امال مين اللي هيروح للكيبوك ويحاول ياخد السيدز ويزرعها ويعمل كيبوك تري جديدة؟ مفيش. يبقى انا عشان اعمل نيو بلانت، السيدز دي اللي هيساعدني فيها ان هي تتنقل من مكان لمكان وتنتشر في الفورست، الويند، الرياح. ايه البيهيفيرال ادابتيشن اللي بتعمله الكيبوك؟ قال لي بتعمل هي عندها has delicious smelling flower، عكس بقى الأكيشة. الأكيشة بتعمل poison، بتبعت برضو smelly message، رسالة تحذيرية. هنا بقى الرسالة بتاعتها sweet or good. sweet or good. delicious، ريحتها حلوة، شبه بالظبط لما ماما تعمل أكل في المطبخ ونشم ريحته جميلة نجري على المطبخ ونقول لها الأكل ده أنا بحبه أنا عارفه. طب هي بتبعت الرسائل السويت أو الجود سميلينج فلاور، الريحة الحلوة دي لمين؟ بتبعت المسج دي للبات عشان attract بات. مش البات بس، والباتر فلاي والبيز، الحاجات اللي بتساعد في البولينيشن. attract equal invite أو pull، تجذب تشد البات يجي يقف عندها. طب هو لما يقف عندها هيعمل ايه؟ ده بيساعد في البولينيشن. ايه هو البولينيشن؟ ده البولينيشن. نشوفه كده. لما البي تيجي تقف على الفلاور، في مادة كده شبه الساند، اللي هي يلو ساند أو باودر، يلو باودر، على المنطقة دي كده في الفلاور. لما تيجي تقف البي شبه كده، لو ركزنا هنلاقي ان الباودر ده لزق على الجسم، ستيك على البي، لزق على البي. البي لما تيجي تطير في الجو وتروح لفلاور تانية، انذر فلاور، تعمل بولينيشن. تعمل بولينيشن. البولينيشن ده بيحصل عشان to make seed، عشان يتكون السيد، والسيد تتنقل by the wind عن طريق الرياح ويعمل لي new plant. يبقى ده مهم. ده مهم ان هي تعمل اتراكت للبات او اتراكت للايه، للبي، او اي حاجة تانية، اي حاجة تانية اللي هي كبولينيتور يعني. تمام كده. تمام.
يبقى هي مهم ان هي تبعت السويت او الديليشيس سميلينج فلاور، بتبعت ريحة كويسة send message through the wind خلال الويند الرياح او الهواء، علشان ده attract للباب toward it، عشان يقول الريحة دي حلوة وعجباني ويروح يقف على الفلاور. ولما يقف على الفلاور اليلو باودر اللي انا وريتها لك من شوية اللي هي لازقة على جسم البي، على جسم النحلة، ده بيساعدها ان هي برضو بتلزق على جسم البات. stick the fur of the bat، بتلزق على الفروة او الجسم بتاع البات. وبعد كده البات بيتنقل لانذر فلاور، لزهرة تانية خالص، يحصل pollination. البولينيشن ده بيساعد ان تتكون ميك سيد، تتكون البذور، والبذرة دي تتنقل باي ذا ويند ويتكون نيو بلانت، نبات جديد. يلا بينا نشوف الكيبوك تري في فيديو. طبعا هي في منطقة الرين فورست، Amazon Rainforest of Brazil. زي ما احنا شايفين كده ان الاشجار very very tall. ده الروت بتاعها بيكون very large wide. دي الليفز بتاعتها واخدة شكل الهاند shaped like fingers، شبه الفينجرز. هنا بيكلمني عن ال fluffy yellow seeds، شايفين لونها yellow، تكون fluffy، سهل ان هي تكون like cotton airy، ان هي تطير في الجو شبه القط. وكمان delicious smelling message، تبعت رسالة كده، الريحة بتاعتها بتكون جذابة to attract bat، عشان تجذب البات انه يجي عندها. زي ما اتفقنا كده لما ماما بتعمل أكلة حلوة، ده بيخلينا والريحة بتاعتها ظهرت في البيت، فاحنا بنجري على المطبخ عارفين الريحة الحلوة دي بتاعت ايه. ده الروت بتاعتها، شايفين هي قد ايه بتسند الشجرة، بتعمل لها support. without support، بدون السبورت ده ممكن الشجرة will fall. في بلانتس تانية، طبعا في بلانتس تانية، بس قبل ما اعرف البلانتس التانية بيقول لي في كلمة اسمها بوتانيست. انا مش بقول كلمة بوتانيست غير على الساينتست who studies plant. البيكتشر اللي قدامي دي شو بتوضح لي عن البوتانيست. botanist is a scientist who studies plant carefully. زي ما احنا شايفين كده هو بيدرس النباتات بعناية جدا ودقة جدا. الصورة اللي قدامنا دي ان هو looking at plant، بيبص كده للبلانت with بإيه اللي في إيده ده magnifying glass، بعدسة كده مكبرة to learn more about it، عشان يحاول يتعلم أو يعرف أكتر معلومات أكتر عن البلانت. ده اسمه botanist. يبقى البوتانيست ده is a scientist who studies plant carefully، بيدرس عن البلانت carefully وبيهتم جدا إنه يعرف معلومات عن البلانت. يقول لك البروبرتيز، انا عندي نباتات مختلفة ليها بروبرتيز او كاركترستكس مختلفة عن بعضها، بتساعدها ان هي تعمل ادابتيشن. زي مين مثلا؟ مانجروف تري، ودي الهابيتات بتاعتها سولت ووتر، في هناك ويفز كتيرة جدا زي ما انت شايف ان هي عايشة يعتبر في وسط البحر كده، وفي ويفز يعني في موجات ممكن ان هي تشيل البلانت ده وتموته او توقعه. ايه اللي بيساعدها ان هي تثبت في المكان ده؟ قال لي ان هي has long and strong root، عندها جذور طويلة جدا تحت الارض وقوية جدا، بتساعدها لو قلنا هنا give reason ان هي to resist or fight، ان هي تقاوم او تقاوم الووتر ويفز، بتقاوم الموجات، بتصدها، تحاول ان هي ما تخليهاش تأثر عليها. دي كده صورة بتوضح لي شكل المانجروف تري. مانجروف تري
معانا تاني الووتر ليلي. الووتر ليلي اللي هو الويت لاند، بيعيش في الويت لاند فريش ووتر، في المية العذبة. تعالى نشوف الووتر ليلي. ده الووتر ليلي. ووتر ليلي لو لاحظنا ان الورق بتاعه بيكون very wide او large، عريضة، ورقة كبيرة جدا، بتنمو، بتبقى floating on moving on water. يعني floating يعني moving on water، ان هي بتتحرك كده فوق سطح المية وتطفو فوق سطح المية. بيقول ان هي has large or wide floating leaves، زي ما شفناها تطفو او بتكون موجودة فوق سطح المية moving on water، عشان كده بيسموها floating. طب هي ليه موجودة فوق كده؟ عايزة ايه؟ هي طالعة فوق ليه؟ طالعة علشان absorb large amount of sunlight. هي محتاجة sunlight علشان تعمل الفود، علشان تأكل البلانت. خلاص كده. بعد كده الباين تري. الباين تري دي اللي هي الشكل ده. دي الباين تري، واخدة شكل triangular shape، شكل triangle and short branches. والبرانشز بتاعتها short، قصيرة. طب لو قلنا هنا give reason ليه؟ to allow the snow to slide، علشان التلج لما يجي ينزل كده على البرانشز بتاعتها slide easily، زي ما احنا شايفين هنا كده. التلج هنا السنو لما او الايس لما يجي يقع على البرانشز، ممكن البرانش يتكسر لو هو فضل، لو ما كانش الشكل بتاعها كده، لو ما كانش واخد شكل التريانجولار شيب ان هو يتزحلق بسهولة. الشكل ده خلاه ان هو سلايد ايزلي، يتزحلق زي ما انت شايف كده، يجي كده على البرانش وبعد كده يتزحلق ويقع على الارض. لو ما هي ما كانتش واخدة الشكل ده، ده كان هيخلي البرانشز تتكسر. والبرانش اصلا شايلة ليفز، والليفز مهمة للبلانت. لما يتكسر البرانش وهو معاه الليفز، البلانت ده هيموت، مش هيلاقي الورق اللي بيعمل له الفود بتاعه. تمام كده. ده الشكل triangular shape اللي ساعدها ان هي slide easily over it، ان هو يتزحلق بسهولة من فوقها. وكمان البرانشز don't break، البرانشز مش هتتكسر بالطريقة دي علشان شكلها واخد شكل triangular. طيب وايه كمان؟ الورق بتاعها needle leaves او pen، يعني واخد شكل الابر شوية، وده بيساعدها ان هي prevent lose of water، ان هي تمنع ان هي تفقد المية اللي موجودة جواها. الشكل الابري ده حافظ على المية اللي موجودة جوه الايه؟ الليفز. palm tree. البالم تري بتعيش في الديزرت، الهابيتات بتاعتها، وهي has thick trunk. الترانك بتاعها قوي جدا strong and narrow leaves. زي ما قلنا الليفز بتاعتها واخدة شكل الفيزر، مش ورقة سليمة، مش ورقة كاملة، لا ده هي ورقة واخدة شكل الفيزر، شكل الريشة، متقسمة الليفلتس. وده بيساعدها resist the strong wind، ان هي تقاوم الرياح الشديدة اللي موجودة في الديزرت. آخر حاجة معانا البربري فيج. بربري فيج بيكون موجود في الديزرت، ده البربري فيج. التين الشوكي طبعا مليان سباينز، مليان ثورنز، أشواك. طيب sharp spines and tough outer cover. يعني ايه tough outer cover؟ يعني hard shell. الكفر بتاعها بيكون hard. يعني ايه hard؟ يعني strong coat، يعني سميك جدا، قوي جدا. thick skin، صعب ان انا اعرف اقطع الورق ده بسهولة. الكفر اللي موجود عليها ده، سوري، صعب ان انا الكفر ده اقدر اقطعه بسهولة، لان هو strong، لان هو thick، لان هو hard. tough outer cover، كفر قوي جدا اللي بيغطيها ده. لما يجي يقول لي give reason ليه كده اتخلقت بالستراكشر ده: to prevent animals from eating its leaves and fruits، علشان الانيمال ما ياكلش الليفز والفروتس بتاعتها، وتفضل موجودة وتكمل وتعيش.